بعد رمضان، بعد العيد، بعد السيزون بتاع الصيف، بعد السيل، بتلاقي ان انت بيحصل عندك دروب كده محترم جدا في الصفحه بتاعتك في المبيعات، وكمان ساعات بيحصل دروب في الريتش بتاعك. في الفيديو دوت هتكلم معاكي على ليه الدروب دوت بيحصل، وايه نوع المحتوى اللي تعمليه لما الدروب دوت يحصل، وازاي تعرفي ان الدروب دوت حاصل من السيزون اللي انت فيه، مش مشكله فيكي وفي البيزنس بتاعك. هاي، أنا اسمي سارة قاهري، وأنا بعمل محتوى يساعدك تكبري البيزنس بتاعك وتزودي المبيعات بتاعتك من خلال المحتوى، مش ان انت بس تبقي معتمدة على الإعلانات. أنا موجودة على انستجرام وعلى تيك توك وعلى فيسبوك، وعندي بودكاست، موجودة في كل مكان. هتكتبي اسمي هتلاقيني موجودة في كل حتة. تعالي يلا نبتدي. يعني ايه داون سيزون، وليه اصلا في داون سيزون، وبيحصل ليه؟ داون سيزون باختصار يعني انت تلاقي البيزنس بتاعك عمال يعلى 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 يعلى، بتبيعي في حاجه وتلاقي الدنيا نامت معاكي ووقعت، وده طبيعي. فاي سايكل بتاعت الماركتينج او اي سايكل بتاعت اي منتج عامه، بتلاقي ان انت بيبقى حاصل لك كيرف كده 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 كده، وينزل كده كده كده. السايكل دي طبيعيه، سواء في التسويق، سواء في البرودكشن، سواء في عمر البرودكت نفسه لما بيتعمل، ده طبيعي. لما بيحصل السلوب ان انت الدنيا نازله بقى تحت، هنا بلاقي ان كل الناس قاعده بتتوتر كده والدنيا صعبه جدا جدا جدا، وبلاقي برضو ان انت متوتره وحاسه ان انت عامله حاجه غلط. معظم الوقت الداون سيزون مش بيكون غلطتك، ده بيكون السوق او المنتج، وده طبيعي جدا. لما بتكوني بتبيعي حاجات ترندنج، يعني مثلا بتبيعي حاجه طلعت موضه على تيك توك او وات ايفر، طبيعي جدا ان انت الحاجه ديت هتلاقيها ات سام بوينت ما بقتش ترندنج وخلاص مش هتطلع، عادي، مش مشكله، اتس نو بيج ديل. فكل حاجه بتعمليها في البيزنس بتاعك، سواء البرودكتس بتاعتك سواء وات ايفر، بتبقى فيها لايف سايكل طبيعيه، وطبيعي ان انت تبقي عارفه ان الحاجه بتتغير، ان this is very normal. طيب، تعرفي منين ان الداون سيزون دوت مش غلطه من عندك، بس هي غلطه في السوق بتاعك؟ تعالي في الاول نتكلم على ريتش. هيحصل لك داون سيزون كده في الريتش بتاعك، تعرفي منين ان هي مش غلطتك؟ كذا حاجه. اول حاجه، بيبقى عندك شويه فيديوهات وشويه بوست they go viral بشكل مجنون، فهتلاقي ان انت طلع لك ريل وصل لمليون شخص، عملتي تيك توك وصل ل5 مليون شخص، وجايب لك سيلز بقى ايه، نار نار نار. وبعد كده هتلاقي ان الدنيا ابتدت تهدى وتقع، ده طبيعي. الموضوع مش غلطتك، الموضوع هو اللايف سايكل العاديه بتاعه الريلز اللي انت عملتيها والتيك توكس اللي انت عملتيها. لو لقيتي ان انت الريتش بتاعك فضل ميت 5-4 شهور بعدها، لا احنا كده عندنا مشكله. طيب، التصنيع والمبيعات، هتلاقي ان انت عندك سيزونز تعتبر هي هاي سيزونز جدا جدا جدا، وسيزونز تانية مفيش خالص. يوجولي لو انت مثلا في العيد، هتلاقي ان انت قبل العيد ده بالنسبه لك نار 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 نار، وسيلز وسيلز، وانت قاعده بتضربي بقى، فاهمه، اوردرز مش ملاحقين. بعدها هتلاقي الدنيا وقعت طبيعي خالص، والدنيا بتقع بعدها 2 to 3 weeks، اسبوع ل3 اسابيع. لو طولت عن كده انت عندك مشكله. لو انت عندك داون سيزون بقى نفسيا، دي حاجه برضو لازم نتكلم عنها، ان انت تبقي حاسه ان انت مجهده مجهده مجهده، ده طبيعي. انا بيحصل لي كده كتير جدا عامه، باخد بريك بس كده، مفيش اي حل تاني. انا مش مع ان انت تبقي ضاغطه على نفسك، مش مع ان انت تبقي جايه على نفسك، مش مع ان انت تبقي قاعده بتدوسي على نفسك عشان تشتغلي. يو نيد تراست. وانا اؤمن ان احنا ربنا خلق الداون سيزونز في الماركت الطبيعيه ديت علشان انت كمان تريحي. يعني انت لما يبقى عندك هاي سيزون وعندك اوردرز وشغل كتير جدا جدا جدا، بعدها بيحصل دروب، وده طبيعي عشان انت تريحي كبني ادمه، السوق بيريح وانت كمان تريحي معاه. طيب، تعملي ايه بقى لما تكوني في مرحله الداون سيزون؟ تعملي بوستنج لايه؟ تعملي بوستنج ولا لا اصلا؟ تعملي ايه في البرودكشن بتاعك؟ تنزلي منتجات عامله ازاي؟ وكل الاسئله الغويصه دي. هنبتدي بالسؤال الاول الساخن، الا وهو تنزلي محتوى ولا ما تنزليش؟ احنا بنوقفش تنزيل محتوى السنه كلها الا لو انت تعبانه نفسيا مش قادره ان انت تعملي محتوى، هقول لك هنا ريحي، بعدها هنرجع تاني. غير كده انا بنزل محتوى continuously، مش ببطل. تعملي سيل ولا ما تعمليش سيل؟ اعملي سيل، بس مش على طول. يعني احنا دلوقتي خلصنا العيد، والعيد خلاص خلص والفتره بتاعته عدت، هقولك ماشي، هنا لو عندك 2-3 بيسز عايزين نخلص منهم هنعمل سيل. however هنرجع للبرايسنج فيديو بتاعي، البارت بتاعت السيل. يعني انت مش بتعملي تخفيض بتخسري وبتدفعي من جيبك، التخفيض ده بيتحمل على البادجت بتاعت التسويق بتاعتك، فانت ما بتخسريش حتى لما بتعملي سيل. الحاجه الثانيه اللي تبقي واخده بالك منها، نرجع تاني للنقطه بتاعت المحتوى، ان انت لما بتيجي تنزلي محتوى في الفتره بتاعت الداون سيزون، انت مش بتبيعي. يعني انا مش هينفع انا ابقى انا في فتره داون سيزون وقاعده بعمل محتوى بياع، انا بعمل محتوى يجيب لي انجيجمنت وريتش واظبط الدنيا بس كده. وده بيتربط كمان بالسيل. يعني لو انا في داون سيزون وبعمل محتوى جميل وخلاصي وفانكي وبتاع، ده مش هيجيب لك مبيعات،
ولازم تبقي انت فاهمه ونفسيا مجهزه نفسك لحاجه زي كده. عايزاكي ترجعي للفيديو بتاع ليه التخفيضات بتاثر على البراند بتاعتك بشكل سلبي، اتفرجي عليه الاول لو انت هتعملي سيل، عشان برضو تاخدي قرار بشكل صائب، تبقي عارفه انا فعلا المفروض اعمل سيل ولا لا. الغلطه اللي انا بشوفها كتير جدا مع كلاينتس بتوعي بجد كتير 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 هي ان انت بتبقي متخيله، او ناس كتيره بتبقى متخيله ان هي تعمل لانش في الفتره بتاعه الداون سيزون، ودي مشكله انا شفتها. انا كان عندي كلاينت عملت كولكشن خطيره خطيره خطيره، وكانت اول مره تعمل اللانش بتاعها، كانت البراند لسه جديده، وقاعده معايا في السيشن احنا كنا قاعدين مع بعض في اخر شهر 8 داخلين على شهر 9، وهي كولكشن صيفي. فانا قاعده معاها بقول لها اوكي احنا الكولكشن دي مش هينفع تنزل، ما تحرقيهاش، محدش هيشتريها دلوقتي، الوقت بتاع السيل اصلا لو انت هتنزلي حاجه، تعالي نرجع تاني اعملي لي كولكشن شتوي. راحت قالت لي بس انا خلصت كل البادجت بتاعت البراند، كانت دافعه $150,000 تقريبا على البرودكشن، انا محتاجه ان انا ابيع عشان ارجع الفلوس اللي انا صرفتها. وهنا انا قلت لها استني هنعمل لانش السنه الجايه. ليه؟ علشان البرودكتس كانت هتتحرق. خدي بالك ان انت تكوني مش مخلصه كل البادجت بتاعتك، بالذات لو ديت اول مره تعملي بيها براند، ان انت تخلصي كل البادجت في اول كولكشن، عشان بروبلي اصلا اول كولكشن هي اقل حاجه بتبيع معاكي. تاني حاجه لازم تبقي واخده بالك ان انت لما هتيجي تبيعي تبقي بايعه ومطلعه وعامله لانش للبرودكت بتاعك مش في الوقت بتاع الداون سيزون. الوقت بتاع الداون سيزون ده بيكون اقل وقت في الدنيا بتبيعي فيه. طيب تعالي هديكي كده كويك شخبطيطه، احنا امتى هو الداون سيزون؟ هقولك على مصر وهقولك على الامارات. لازم تبقي واخده بالك ان الداون سيزون بيختلف على حسب انت بتبيعي ايه، وعلى حسب كمان انت مكانك فين. يعني هديكي مثلا اكزامبل، ليتس سي مثلا انت هتبيعي برفيومز، هتلاقي ان انت اكتر وقت بتبيعي فيه برفيومز في مصر قبل مثلا الفالنتاين، هتلاقي ان دوت هاي سيزون جدا ليكي لو انت بتبيعي برفيومز. لو انت بتبيعي هدوم هتلاقي انت محدش بيشتري منك قوي. نفس الكلام مثلا قبل عيد الام، هتلاقي ان انت قبل عيد الام الاكسسوارز بتتباع نار نار نار. هتلاقي ان انت السيزونز بتاعتك بتختلف على انت بتبيعي ايه والناس البيهيفير بتاعها عامل ازاي. لو انت بتتكلمي على مصر، انت عندك السيزون بتاع الصيف بيبتدي من تقريبا شهر 5 لحد شهر 8، ده كده الفتره السيزون بتاع الصيف. بعد كده السيزون بتاع الشتاء بيبتدي من شهر 10 لشهر 12. لو انت في الامارات، حاجه لازم تبقي واخده بالك منها، ان لو انت بتبيعي للناس المقيمه بالامارات مختلف عن لو انت بتبيعي للناس اللي بتيجي تورست، عشان هتلاقي ان انت مثلا الوقت اللي يعتبر عليه ديماند كتير قوي لو انت بتبيعي لاي حد بيعدي على الامارات هناك، الشهر بتاع فبراير مثلا ده بيبقى فيه سوق التسوق العالمي، الدنيا مكسره الدنيا. اي وقت هيبقى عندك فيه اكسبو او اي ايفنت كبير هتلاقي ان انت برده الدنيا عندك هتبقى خطيره جدا. بعكس مثلا لو انت بتبيعي للمواطنين، هتلاقي ان احنا الوقت اللي بيشتروا فيه جامد جدا قبل السفر، قبل الاعياد، قبل اجازه الصيف، دي الاوقات اللي بيحبوا يشتروا منها حاجات عشان يسافروا بيها وهكذا. فانت بتبصي على انا ببيع لمين امتى والفين، وبيست على ده بتقدري انت تحددي انت الداون سيزون بتاعك امتى. حاجه كمان انا ممكن انصحك ان انت تعمليها وبحب اعملها قوي، ان انت تكتبي كل حاجه. انا ديت اول سنه ليا في البيزنس، فانا الشهر دوت انا بعت كذا، الشهر دوت انا ما بعتش كذا، الشهر دوت انا حاسه باحباط، الشهر دوت انا ماشيه كويس. بتحطي لنفسك في كل شهر يو دوكيمنت الجيرني بتاعتك، بحيث ان انت السنه اللي بعدها ترجعي للكراسه وتبصي وتشوفي انت عامله ايه، فتشوفي هل انا بايعه كويس مش بايعه كويس، هل انا السنه اللي فاتت كنت ماشي 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 ولا لا. فدوت بيبتدي ان هو يديكي زي افريج كده، احنا ماشيين زي الفل ولا مش ماشيين زي الفل. واخر سؤال وهو المفروض الداون سيزون دوت بيقعد قد ايه؟ لما بيحصل لك دروب في المبيعات يوجوالي بيقعد طبعا على حسب اجان السيزون، يعني مثلا بعد العيد بيقعد من اسبوعين ل3 اسابيع. لو بنتكلم ان انت كنت عامله سيل كبير قوي ممكن يقعد معاكي اب تو فول مانث. لو لقيتي ان انت مش بتبيعي لاكتر من مده شهر يبقى احنا كده عندنا مشكله. خدي بالك ان انت الداون سيزون بتاعك لو هو في الريتش مش مشكله طالما انت بتبيعي. لو انت عندك الداون سيزون بتاعك في المبيعات دي بالنسبه لي ازمه، لازم تبقي فاهمه انا ليه مش ببيع وتروحي حله المشكله على طول. ثانك يو ان انت كملتي لحد اخر الفيديو، انت هيرو عظيمه عظيمه عظيمه، وهشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي. قولي لي تحت في الكومنتس انت امتى بيكون الداون سيزون بتاعك، وهل انت اصلا كنت عارفه ان في حاجه اسمها داون سيزون ولا لا. ما تنسيش تعملي فولو على انستجرام وعلى تيك توك وعلى كل البلاتفورمز العظيمه دي، وهشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي.